لو ما عملتهاش كده ما بقاش اسكندرانية. احلى كبدة اسكندراني. شايفين الدلع بقى والحاجات الجميلة بقى، الفلفل الالوان والثوم والخل والليمون، عليها شوية حاجات يا جماعة. الدخانة دي اللي طالعة، البخار ده طالع بريحة جميلة. الله لو معايا وتشموا الريحة دي بقى. هنا طبعا الطريقة سهلة قوي، انا عاملاها معاكم قبل كده بس قلت ايه ابعتها تاني عشان البنات اللي داخلة معايا المطبخ جديد بقى، او داخلة لسه عروسة او كده، تعرف تعمل الوصفة دي سهلة خالص، في 10 دقايق هتعملها. هنا بقى حطيت شوية زيت وحطيت الكبدة كده وعليت عليها عشان ما ينزلش السوائل اللي فيها. وحطيت بقى عليها ايه معلقة ليمون او عصيرة ليمون، زي ما تحبي. انا عندي الليمون طبعا بعصره زي ما انتوا عارفين وبشيله جاهز، فبحط كده شوية عصير منه كده بيديني طعم جميل للكبدة. وحطيت فلفل الوان وفلفل اخضر والثوم، طبعا اهم حاجة الثوم لان الكبدة الطعم والريحة في الثوم بتاعها. وحطيت شوية الكمون وشوية كزبرة ناشفة وبهار كبدة. بهار الكبدة ده بتجيبيه من عند العطار، تحطي حبة منه كده، نص معلقة. بصوا الريحة بقى والطعم والجمال بقى، شايفين؟ 10 دقايق هتحضري احلى كبدة اسكندراني. وبصوا لونها جميل فاتح وجميل، ولا الطعم والريحة يا جماعة؟ طعمها تحفة تحفة تحفة. اهم حاجة تحطي الليمون قبل ما تطفي النار عليها على طول. حطي حبة الليمون وطفي النار على طول عشان ما تسيبهاش على النار، عشان يبقى طعم الليمون فيها كده وجميلة. وبصوا البخار طالع بالريحة بقى، شم الروايح بقى. تحفة تحفة تحفة. حمري بقى جنبها بطاطستين كده، طبق سلطة كده، وكلي بالعيش البلدي. حاجة تحفة. 10 دقايق بس، أحلى غدا، أحلى بقى عشاء. الوقت اللي تجوعي فيه. قولوا لي ايه رأيكم في الجمال ده؟